السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل شوية الزبدة الحلوين دول. تعالوا نشوفها هنعملها ازاي. حاجة جميلة ورخيصة ومش مكلفة. معايا هنا القشطة بتاعت اللبن. انا ما بشتريش قشطة، كل ما بجيب لبن بغليه واحطه في التلاجة يعمل وش، اروح شايلاه حطاه في علبة وحطاه في الفريزر مرة على مرة لحد ما بيديني الكمية دي. بروح قلبهم بقى على زبدة على طول. تعالوا نشوف هنعملها ازاي ان شاء الله. انا بعملها بالمضرب، الاول كنت بعملها بايدي بس دلوقتي بقيت بستسهل واعملها بالمضرب. قسمت الكمية اللي انتوا شفتوها دي وهنضرب شوية اهو. دول هروح احطهم بقى في التلاجة، اهم حاجة تكون ساقعة. دي مطلعها من امبارح من الفريزر من بالليل وسبتها لحد ما فكت من التلج وساحت. رحت ماسكاها بقى ايه، هعملها قدامكم. هبدأ معاكم اهي المراحل. انا حطيتها كده، قسمتها وحطيت شويه في الطبق وهضربهم ايه بالمضرب. ده اللي تضربي فيهم لحد ما يدوك القوام كريمي، تبقى عامله زي الكريمه كده معاكي. تفضلي تضربي فيها خالص كده لحد ما ايه، تخرز معاكي كده وتفصل من اللبن بتاعها. تديك الزبده وتفصل اللبن الزياده اللي فيها او الشرش. نفضل بقى نضرب فيها. هي خدت معايا هنا بتاع ربع ساعه بالمضرب، وكنت بفصل المضرب اريح شويه واشتغل تاني. تنزلي بقى الحروف كده بتاعتها. هنا بدأت اهي تفصل، بس انا هضربها كده شوية كمان. بس هي نزلت ايه الشرش بتاعها اهو. هنضربها تاني ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا ريت ما تنسونيش من الشير واللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك فضلا وليس امرا. ربنا ما يحرمني منكم ابدا. هنفضل بقى نضرب فيها كده لحد ايه ما تفصل معانا. انا هنا بعملها على طول، يعني هي حاجة نضيفة وجميلة في البيت، لا مغشوشة ولا فيها اي حاجة ومش مكلفة. هو وش اللبن تشيليه وتفصليه، كل ما تجيبي لبن وتغليه تسيبيه لما يبرد وتروحي حاطاه في التلاجة. ترجعي تروحي ايه فاصلة الوش بتاعه وشايلاه. انا عاملة علبة مخصوصة للقشطة، كل مرة اشيل واحط في الفريزر عليها لحد ما اعمل الكمية اللي ايه اللي هي عندي دي اهي. تفضلي بقى تضربي، بس هنا الطبق يا ريت تعمليه في طبق واسع عن كده. انا هنا استقلت الكمية وحطيتها في الطبق ده، بس ايه دهولت عندي الدنيا خالص، بقيت طرطش كده وبهدلت عندي المطبخ خالص. هنا خلاص فصلت اهي. هبدأ بقى ألمها وافصلها ايه من الشرش اللي فيها او اللبن اللي نزل منها ده. لازم مية ساقعة تحطيها في مية ساقعة عشان تنزل ايه بقية اللبن اللي فيها، تغسليها يعني. اهي ابدأي بقى تكوريها كده بين ايديكي، بس اهم حاجة على قد ما تقدري ايه نزلي العصارة اللي فيها اللبن او الشرش ده. كوريها كده وتروحي حطها في مية ساقعة اهي. عايزة تطلعي منها النتيجة على طول وسهلة، تكون هي رخرة ساقعة مش مجمدة، يعني تطلعيها من الفريزر تفك تشتغلي فيها على طول اهي. كوري فيها كده وتصفي اللبن اللي فيها ده او الشرش كويس كده، وتروحي حطاها. المية اللي انت حطيتيها فيها لو لقيتيها برضو اتعكرت وغيرت كده غيري المية تاني. ما لقيتيها صافية كده وحلوة يا دوبك تأثرت كده خلاص. لقيتيها اتعكرت وودت برضو على لون الشرش ده بس خفيف، اغسليها تاني برضو مية ساقعة. هي احلى عمايل للزبدة هو اليومين دول في الشتاء اهو. خدت الكمية التانية اللي انا كنت شلتها قدامكم حطيتها هنا. الطبق ده غويط شوية عن العلبة دي غويطة عن الطبق اللي فات. هبدأ برضو نفس الطريقة، هفضل اضرب فيها لحد ما تديني قوام كريمي، وبعد كده ايه هتخرج زي لوحديها. ده اللي بقى تضربي فيها كده
لحد ايه ما تفصل معاكي. هتفصل يعني هتنزل اللبن والشرش بتاعها ده لوحده والزبدة تطلع لوحديها. اهي بدأت اهي، بنقول عليها تخرز. تروحي لماها وفصلها عن الشاش وتروحي حطاها برضو في مية نفس الطريقة. حاجة نضيفة ومش مغشوشة وعمايل ايديكي في البيت. انا على طول بعملها كده. اخر مرة كنت عاملاها في العيد الكبير، على دخلة العيد الكبير برضو جبت شوية بس ما سيحتهمش يعني، عملتهم كده بس ما صورتش وخليتهم بينفعوني وبيساعدوا جنب الزبدة اللي انا بشتريها من بره. نفس برضو الطريقة اللي احنا عملناها في الاول هنعملها تاني. وحاجة انت مش مكلفاكي يعني، مش معاملاها مخصوص ولا ايه، بتكفك في اي حاجة. كده كده بتشتري اللبن وبتعمليه تغليه تركنيه يبرد وتروحي حطاه في التلاجة. ما شاء الله طلعت كمية حلوة. اهي. والشرش اللي بيطلع ده او اللبن برضو ما بيترميش، انا بشيله في كيس بفضيه في كيس واروح حاطه في التلاجة في الفريزر. اجي عاوز مثلا اعمل معجنات فطاير بيتزا اي حاجة بتنات كلها وبتطلع جميلة منها. اهي تغسليها كده، لو المية اتعكرت برضو ايه غيرت لون تروحي جايبة مية نضيفة تاني وحطها فيها. اهو كده خلصت. اهو فضيت اللبن اهو في الكيس وهحطه برضو في الفريزر. وهنا خلاص غسلتها. لازم تغسليها عشان لو سبتيها باللبن بتاعها ده او الشرش ده هتيجي تستخدميها هتلاقيها مررة، تديكي مرارة. لكن كده انت بتغسليها بتنزلي منها الزيادة اللبن الزيادة اللي فيها. حتى بصوا ايدي المرة دي عاملة ازاي ما فيهاش ايه لبن، زي وانا لسه بعصرها من الشرش. خلاص كده. انا هقولكوا برضو الكمية اللي كانت باقية معايا ساعة العيد كنت شايلاها، استخدمت اللي استخدمته ما سيحتهاش، استخدمت اللي استخدمته والباقي خليته. هطلع بقى ده على ده واروح ايه مسيحاهم مع بعض. بصوا ما شاء الله الكمية اللي طلعت ما يجوش كيلو ونص دول او اكتر كمان. هروح بقى اشيل اللبن دوت وهجيب لكم الكمية التانية. دول اللي باقيين من العيد الكبير. بس انتوا عارفين بقى زحمة العيد وشغل العيد الكبير ما كانش في وقت ان انا اسيح. حطيتها في الفريزر وكل ما عاوزة اروح مطلعها اشتغل بيها كده. اهي ما شاء الله كمية حلوة ازيد من 2 كيلو او 2 كيلو. شوفوا بقى الكيلو دلوقتي بكام، احنا عندنا هنا ب220. شوفوا بقى انتوا 2 كيلو هيتكلفوا قد ايه. يا رب يكون عجبكم الفيديو.